تعالوا بسرعة شوفوا معايا المشكلة اللي وصلت لي. واحدة النهاردة بعتت لي بتقولي ايه، بتقولي اختي جوزي خربت حياتي ودمرتني وخربت بيتي، انا كمان خربت بيتها واتجوزت جوزها. انا ما كنتش اتخيل ان انا اكون بالشر ده كله، وما كنتش اتخيل ان يطلع مني اسوأ ما فيا بالمنظر ده. انا شفت منها العذاب الوان. اتجوزت جوزي وهي من اول يوم جواز وهي مش طايقاني. كانت هي لسه ما اتجوزتش، انا مهندسة وربنا كرمني جدا وكنت متفوقة في دراستي، والحمد لله الحمد لله اتجوزت راجل المفروض انه كان محترم وطيب وجدع، وهو كمان كان زميلي في الجامعة. لكن هي اللي ايه مرضيتش تكمل تعليمها، وده عمل لها ايه زي عقدة نفسية كده، بقت بتغير كتير جدا مني. ماشي، ومن اول يوم لما عرفت ان انا مهندسة وهي مش طايقاني بمعنى الكلمة، ما بتعملش حاجة غير انها بتتريق عليا في الخطوبة، وكانت بتضايقني جدا بالكلام. وحتى بعد ما بقيت مراته افتكر لها ايه ولا ايه، حتى من يوم الفرح بتاعي كانت عايزة تبوظه، طول الوقت صوتها عالي وبتتخانق مع الناس. اهلي مفيش حد فيهم ما راحتش جرت شكله واتخانقت معاه، ولولا هما بيحبوني كانوا بيفوتوا عشاني. اتجوزت وكنت فاكرة ان بعد الجواز الامور هتتحسن، لكن هي ابدا. كانت كانت منين ما تقعد مع اخوها تفضل توسوس له في ودنه. وكان عيب جوزي الوحيد انه ودني، وطبعا كان بيحبها جدا لانها اخته الوحيدة، وكمان امهم ما كانتش عايشة. فهو طول الوقت كان شايف نفسه ان هو بدل امه وبدل ابوه وبدل الدنيا كلها. ابوهم كان عايش لكن امهم هي اللي كانت مش موجودة. هو جوزي طول الوقت كان بيحبها جدا، بيخاف عليها جدا، بيسمع اي كلام بتقوله. وانا طبعا عشت معاهم في نفس البيت، مفيش مرة سمعتها بتشكر فيا ومفيش مرة سمعتها بتحنن قلبه عليا. طول الوقت مراتك عملت، مراتك سوت، مراتك مهملة، مراتك ما فكرتش تنزل تعمل لنا حاجة، مراتك عارفة ان احنا لوحدنا انا وابوك، ما فكرتش تنزل تساعد رغم انها مش صغيرة. ده انا فرق بينها وبيني، يعني هي بتتكلم في فرق بينها وبين اخت جوزها حوالي سنتين. بتقول يعني هي عندها حوالي 23 سنة او 22 سنة حاجة زي كده. تقدر تعمل وتقدر تكنس وتمسح وتطبخ وتعمل كل حاجة، لكن هي طول الوقت عايزاني انا اللي اخدمها. وده كان شيء بيضايقني جدا. وانا بيضايقني اكتر سلبية جوزي لما يطلع ويقول لي هو انت النهاردة ما فكرتيش تنزلي تعملي لهم لقمة ياكلوها ليه؟ كنت اقول له وانزل ليه؟ يعني انا مش فاهمة، ما هي في واحدة تحت هي اللي ممكن تعمل. على فكرة اختك مش صغيرة، اختك بيتقدم لها ناس كتير، لو كانت وافقت على واحد فيهم كان زمانها متجوزة وفاتحة بيت. لكن طبعا هي كانت عندها عقدة ومصممة ما تتجوزش إلا مهندس، مش هتتجوز أي مهنة تانية. وده كان عشان زي ما أخوها اتجوز مهندسة، هي كمان تقول أنا هتجوز مهندس. فضلت أعاني من مرضها كتير جدا، مرضها النفسي طبعا، ومن سلوكياتها الغريبة اللي ما بتدلش غير على واحدة ناقصة، ما عندهاش أي دين ولا ضمير. حتى بعد ما ربنا رزقني ببنتي الأولى وهي بتبارك لجوزي وبتبارك لي بطريقة كلها قلة ذوق، وكانت بتقول لأخوها قدامي كان نفسي ربنا يرزقك بالعيل اللي يشيل اسمك، وأكن بنته دي مش هتشيل اسمه. ساعتها قلت لها وهي البنت مش هتشيل اسم ابوها، قالت لي لا مش زي الولد اللي بيشيل اسم ابوه. لكن هنقول ايه بقى؟ سكت واتغضيت رغم اني كنت لسه والدة، وحسيت بحرقة في قلبي. جوزي وقف ما نطقش وقال لها ان شاء الله انا هخليها تحمل على طول عشان تجيب لي الولد. هو ده الرد اللي ربنا قدره عليه يا راجل، ان انا هحمل على طول عشان اجيب له الولد. ما فكرش يقول لها رضا من ربنا انا راضي الحمد لله ان البنت سليمة. ما فكرش يكبر بخاطري ولا يقول حتى أنا الحمد لله ان مراتي قامت بالسلامة. وفعلا فضل ورايا لحد ما بعد 6 شهور خلاني احمل تاني، ومرضيش اني اركب وسيلة، وكل ده عشان اجيب الولد. لكن يشاء السميع العليم ان اجيب بنت تانية
وهنا بقى قعدت تبهدل الدنيا وقالت له دي مش نافعة دي خالص، ودي خلفتها كلها بنات. ما انا قلت لك يا اخويا، لكن هو بقى زعلان وما بينطقش وما بيتكلمش. وانا بقيت بصله من الاتنين وبقول لهم عشان ربنا ما بيتعاندش، مش انتوا الاتنين قعدتوا تفكروا وتخططوا وتدبروا لي وخلتوني احمل مسافة 6 شهور؟ ادي الحمل التاني كمان طلع بنت، عشان ده كله بيكون رزق من ربنا. جت بنت تانية وانا راضية الحمد لله. فضلت تضايقني كتير جدا، منين ما بتشوفني لازم تسمعني كلام، منين ما اقعد معاها انت تخنتي، انت وشك باهتين كده ليه، انت ايه اللي انت لابساه ده، إيه الالوان دي مش لايقه على بعضها، رغم والله ان انا شيك جدا وباخد بالي من لبسي جدا وبلبس حاجات شيك جدا وجسمي مساعدني. انا بالرغم من اني خلفت انا جسمي مبص وجسمي كويس جدا، لكن هي طول الوقت كانت بتضايقني. وانا كنت ممكن ارد اقول لها طب ما تشوفي انتي نفسك، طب ليه ما فيش حد بيتجوزك لحد دلوقتي، وكنت ممكن اعرف اضايقها. لكن كنت بسكت وبعدي واقول كل واحد بيتعامل بأخلاقه. هي ما عندهاش أخلاق عادي، لكن أنا عندي أخلاق. وفضلت بينا الحرب والصراعات لحد ما جبت آخري. فضلت تقوله اتجوز اتجوز عشان تجيبي الولد. يا ابني أنا اللي بقولك اوعى تخلي ولادك من غير راجل، ده انت دلوقتي لو انت مش موجود انا كان هيبقى ليا مين؟ انت اللي واقف في ظهري وانت اللي سندي، مش ابوك مش ابوك. ابوك موجود لكن انت اهم عندي من ابوك. لا حول ولا قوة الا بالله. انت اللي كل حاجة ليا في الدنيا. وطبعا كانت بتشتغله باسطوانات الحب والغرام، وهو كان مصدقها ويقول لها انت نور عيوني. وانا ما كنتش كارهة انهم يحبوا بعض، انا كارهة طريقتهم اللي ما فيهاش اي رحمة تجاهي. زهقت بجد من كتر ما هم ما بيضايقوني، وزهقت من كتر ما هي بتلعب في دماغه، ولقيته بيشرط عليا وبنتي التانية عندها 1.5 سنة اني لازم اخلف تاني عشان اجيب الولد. ساعتها قلت له مش هعمل كده، يا ريت القرار قرارك عشان اسمع كلامك. انت ماشي ورا اختك اللي ما تعرفش ربنا. في الفترة دي كانت اتقدم لها صاحب اخوها وهو مهندس وهي وافقت عليه. قلت الحمد لله هتحل عن سمية وهتنشغل في حياتها الجديدة. لكن بالعكس كانت مقرفة جدا. حتى بعد ما اتخطبت ما سابتنيش في حالي، وكانت شغالة زن على ودان اخوها، ولازم تخلف لازم تخلف لازم تخلف لازم تجيب الواد. والحمد لله اتجوزت وقلت هرتاح. لقيت ان هي بتوجد وقت عندها حتى بعد جوازها، كان عشان تقعد تتكلم مع اخوها بالساعات وطول الوقت مع بعض في مكالمات. ممكن مكالمة الصبح ومكالمة بالليل، مكالمات لازم تكون من ورايا. ممكن يجي يركن عربيته ويفضل جواها يقعد ساعة يتكلم وما يطلعش غير بعد ساعة، وانا ابقى باصة من البلكونة ومستغربة ده بقاله ساعة جاي وقاعد في العربية بيعمل ايه؟ اتاريه بيكلم اخته. انا لو جوزي بيجي يقعد تحت البلكونة يتكلم ساعة، ولا لو حلف لي على المية تجمد ان هي اخته، ما هصدق. ولو حب يقنعني هشك فيه وفي اخته وفي العيلة كلها. يعني بصي معرفش، يا ريته حتى بيخوني، ده بيكلم اخته اللي بتقوله تقرير رسمي عن حياتها وبتسأله تقرير مفصل عن حياتنا، وهو ما كانش بيخبي عليها اي حاجة. تعبت وزهقت من كتر التقويم، وجي امرني ان بعد ما بنتي تتم 1.5 سنة ان انا اخلف تاني. لكن انا رفضت، قلت له لا مش هعمل كده، انا ممكن اجيب بنت تالتة، انا راضية قوي باللي ربنا رزقني بيه، انا مش هعمل كده. قال لي لو ما عملتيش كده هضطر اتجوز عليكي. قلت له ساعتها هتطلقني. وفعلا عرفت ان هي بتسعى له ان هي تجيب له عروسة، وساعتها صممت اني اتطلق. وقلت له كفاية لحد كده، انا شفت منكو كتير، طلقني. وخدت بناتي ورحت البيت اهلي.
وهي يعني ما كانتش بتعمل حاجة غير انها بتشحنه حتى تجاه ولاده، ما تدفعش فلوس كتير تفيدهم، اصل امهم ممكن بعد كده تتجوز، خلي بالك اديهم على القد، خليها تحس بقيمة العيشة اللي كانت عايشاها معاك، يمكن لما تضغط عليها ترجع تاني. وانا تعبت من كتر ما هو ملوش لازمة، وانا بنت ناس ومليش في اللف على المحاكم ولا بهدلت المحاكم. سكت وقلت خلاص انا فوضت امري لله، بقى شهر يدفع 1000 وشهر يدفع 2، اقول اللي يدفعوا واهلي ربنا يكرمهم بقوا يساعدوني باللي يقدروا عليه. وفات سنتين من طلاقي وعشت اسود ايام حياتي يا قلبي عليكي في السنتين دول. كنت دايما اسأل نفسي هي عملت فيا كده ليه؟ لا ده بيبقى الشر في الدم، دي من غير ليه هو كده، غل بعيد عنك وغيرة وحقد. عملت فيا كده ليه؟ انا عملت لها ايه؟ ليه كرهاني من اول يوم دخلت البيت؟ انا عارفة انها غيرانة، وعارفة ان الحاجة الوحيدة اللي البني ادم ما بيقولهاش فكرة انا غيران منك. ماشي، فكرة ان هو يبقى غيران منك دي ما يقدرش يقولها، لكن يقدر يقول انه بيكرهك ويطلع اي سبب تاني، لكن عمره ما يقول انا بكرهك عشان انا غيران منك. ماشي، اصل دي حاجة ما بتتقالش، يقولك اصل انت بتضايقني، اصل انت بتعمل كذا، لكن ما يقدرش يصارح نفسه ويقول انا بكره فلان عشان غيران منه. وانا كنت واثقة انها غيرة، وغيرة عامية خلتها ما شافتش قصادها غير نفسها وبس. وبعد سنتين لقيت نفسي بقول هو انت مالك ساذجة وطيبة وهبلة كده ليه؟ عادي اتجوزتي وعشتي القهر وسكتي، واتبهدلتي وسكتي، حتى اتطلقتي وسكتي، هو انت مالك بالسذاجة دي ليه؟ ولقيت نفسي قاعدة افكر مع نفسي واقول هو انا ليه ما بنتقمش؟ وجه في دماغي الفكرة دي ان انا لازم انتقم منها، والانتقام يكون من جنس العمل، زي ما طلقتني انا كمان هطلقها. كان معايا رقم جوزها وهو كان حد مهذب عكسها تماما، حد محترم ومهندس وشغال في شركة كبيرة، حد بجد يعني انا كنت بستخسره فيها، وكنت بقول ازاي دي تتجوز ده. كلمته وهو استغرب منه المكالمة، وقلت له انا بكلمك وارجوك مش عايزة حد يعرف اي حاجة عن المكالمة دي. قال لي طبعا تحت امرك، وكنت دايما بحس في نظراته بتعاطف معايا. يمكن انا ما قعدتش فترة كبيرة من ساعة ما اتجوزها، وكانت الفترة اللي قعدتها معاهم تقريبا 6 اشهر او 7 شهور، لكن في الفترة دي كنت دايما بشوفه منتقد تصرفاتها، اللي هي مين؟ اخت جوزها. كان جوزها بينتقد تصرفاتها، وكنت دايما بحس في عينه انه متعاطف معايا. قال لي انا تحت امرك. قلت له انا تعبت من كتر ما مراتك بتسلط اخوها انه ما يبعتش فلوس لعياله، وانا معايا بنتين، وانا مش حمل لف على محاكم. كل اللي طالباه منك ان انا عارفة ان انت شغال في شغلانة كويسة وفي شركة محترمة، وانا مهندسة، وانا والله كانت تقديراتي كلها كويسة، يمكن خبرتي قليلة لكن انت تقدر تساعدني. ساعتها هو ما ترددش لحظة واحدة وقال لي طبعا. قلت له بس انا طالبة منك طلب، لو فعلا هتساعدني وهتشغلني في الشركة دي محدش يعرف الموضوع ده خالص، ولا مراتك، عشان مراتك لو عرفت هتخرب الدنيا وهتعمل المستحيل عشان تخليك ما تساعدنيش. قال لي انا فاهم كل حاجة، وانا مش صغير، هظبط الدنيا وهديكي تليفون تيجي تجيبي اوراقك وتيجي. في خلال 3 ايام لقيته بيكلمني وبيقول لي تعالي باوراقك، وفعلا رحت قعدني مع المسؤول الاكبر منه، المسؤول اللي قعد يكلمني في كل حاجة، وحس قد ايه انا شاطرة واني كمان محتاجة الشغل. وقال لي انت ابتديتي معانا واستلمي الشغل، والحمد لله كان مرتبي كويس جدا على واحدة بتبدأ شغلها. ساعتها كبر قوي جوزها في نظري، وابتدت اللحظة الحاسمة، وحسيت طب ليه لأ؟ ليه ما انتقمش منها بنفس الطريقة؟ ليه الراجل المحترم المهذب ده ما يكونش جوزي أنا؟ بدل ما هي واخدة كل حاجة ومستحوذة على كل حاجة،
مستحوذة على اخوها وطلقتني منه وبهدلت عيالي البنات. انا ليه ما بقاش مكانها؟ سؤال وجيه. وفعلا ابتديت اروح الشغل وابتديت اهتم بنفسي جدا جدا، غير خالص السنتين اللي عشتهم وانا مقهورة ومذلولة. بقيت البس كويس، اعمل كل حاجة تخليني حلوة، ارش برفان مميز، ابقى فعلا ست زي ما بيقول الكتاب. وابتديت اروح الشغل، كل الشغل بقى يتكلم عني وقد ايه انا ملفتة، وناس كتير تقولي احنا مش مصدقين ان انتي اساسا عندك بنات، انتي بتهزري. والحمد لله انا شكلي ما كانش باين عليه، وفي وقت قصير جدا قدرت انجح في شغلي وقدرت اثبت نفسي. وهو كان طول الوقت يقول لي انت شرفتيني ورفعت راسي. كنت في الاول خايف لاضمنك وما تبقيش قد المسؤولية. ابتدينا نتكلم وابتديت احاول استلطفه، وطول الوقت اقول له انت راجل بجد، انت جدع بجد، انا مش هقدر انسى جميلك عليا ولا فضلك عليا. سبحان الله، يعني انت عكس الست اللي انت متجوزها خالص. وابتديت امدح فيه كتير، وهو ابتدى يتشد ليا. مرة في مرة ابتدينا ننزل نخرج نتغدى نتكلم، وابتديت احكي له حاجات كتير هو ما يعرفهاش. حكيت له كل معاناتي مع الست اللي متجوزها، حكيت له قد ايه كانت سبب في خراب حياتي وخراب بيتي، حكيت له قد ايه انا نمت مقهورة بسببها كتير ومعيطة كتير، حكيت له قد ايه ان اخوها ملوش اي لازمة تحت سيطرتها طول الوقت، وما بيعملش حاجة غير انه بيسمع كلامها وبس. كان قاعد متفاجئ، يمكن ما كانش متفاجئ المفاجأة اللي انا كنت فاكراه، لان لقيته بيقول لي انا عارف ان هي عندها مشاكل كتير، حتى لما عشرتها ابتديت المس ده فيها. ما بتحبش حد ابدا يكون احسن منها، حتى اخواتي هي متضايقة منهم وكرههم بلا سبب، وطول الوقت عندها عادي انها تنم وتغتاب الناس بشكل يخوف. انا كل ده ما كنتش اعرف. انا رضيت ان انا اتقدم لها عشان كنت عارف من اخوها ان هي شرطة انها تتجوز مهندس. وساعتها حسيت انه بيلمح لي وانا ما كانش في حد في حياتي، فقلت وماله، اكيد متربية كويس وبنت ناس ويلا بينا. وادي انت شفتي انا اتجوزتها في فترة قليلة جدا، قربنا من بعض قوي. وابتديت احس بجد تجاهه بمشاعر، وابتديت احس بجد اني بحبه، واللعبة قلبت بجد. انا فعلا بحبه، وهو كمان بقى لو في يوم ما كلمنيش احس ان في حاجة ناقصاني، وهو يقول لي انت فين، ما بتسأليش ليه؟ ولو غبت يوم من الشغل يقول لي ما جيتيش ليه؟ هو انت بتهزري؟ هو ده شغل؟ هو انت بتلعبي؟ وكنت عارفة ان هو بيعمل كده عشان هو بيحبني وعايزني. وابتدى يتكلم معايا وقال لي انا بحبك واتشدت ليكي، وما كنتش اتخيل ان يحصل لي كده. قلت له وانا كمان، لكن انا اخر واحدة ممكن تدخل حياتك. لقيته بيقول لي ليه؟ اشمعنى يعني؟ زي ما جيت الشغل من وراهم انا كمان هتجوزك ومحدش هيعرف حاجة. لكن انا قلت له لا، انا مش الست اللي هتتجوز في السر ومن ورا حد وابقى بعمل حاجة في السر. قال لي مين قال سر؟ انا هاجي واتقدم لك وهعرف اهلك، لكن هم بس اللي مش هيكونوا عارفين لسبب واحد، عشان عيالي. انا مش عايزة اشرد عيالي، لكن انا رفضت وقلت له لازم الدنيا كلها تعرف. المهم هو ساعتها قال لي فكري، وفضلت افكر. ورحت قلت لابويا والامي، وامي قالت لي يا بنتي ايه المشكلة؟ لو ده حصل ده راجل بجد وكويس وهيعرفنا وهيضمن لك كل حقوقك. مش مهم ومش بالضروري هم يعرفوا، عشان على الأقل ما يأذوكيش في بناتك. وانا كان جوايا حاجة عايزة تنتقم، حاجة جوايا عايزة تخليني فعلا اقول لهم. لكن كنت بفكر برضو في البنات، واتجوزت وانا بقيت مبسوطة قوي مع الراجل ده. بس كتير بحس بالذنب، وكتير بحس ان انا ظلمته، خاصة لما بلاقي ولاده بعتوله مسجات وبيقولوا له انت وحشتنا يا بابا، هو انت ليه سبتنا يا بابا؟ طبعا هي عرفت بالموضوع وعرفت انه اتجوز، لكن لحد دلوقتي ما تعرفش مين الشخصية اللي اتجوزها. هتتجنن وتعرف، لكن مش عارفة توصل.
فاهمة انه اتجوز واحدة من شغله، بس هي مين ما تعرفش. كتير بيبقى نفسي انها تعرف عشان احس ان انتصرت مرة واحدة عليها، واحس بجد ان الجزاء من جنس العمل. لكن بقول بلاش، بس انا هتعرف مع الوقت. وساعات بيصعب عليا ولاده جدا، لاني بحس ان انا جبت اب لبناتي، لكن هم اولاده فقدوا اب بجد، لان هي بقت منعاه تماما انه يشوف ولاده. وبتقوله طول ما انت بعيد عننا واتجوزت واحدة تانية ملكش عيال عندي. انا مش عارفة اعمل ايه. ساعات بحس بالذنب، وساعات بقول هي تستاهل اكتر من كده. ساعات بيبقى نفسي اعرفها ان انا مراته، مش انتي خربتي بيتي، انا كمان خربت بيتك. وساعة تانية اقول بلاش، سيب الامور تمشي لوحدها لحد ما هي تعرف. دلوقتي انا حامل وفي الشهر الثالث، وطبعا الحمل ده هيقرب العلاقة بيني وبينه أكتر، وهو الحمد لله مرتاح معايا، ودايما بيقارن بين حياته معايا وحياته معاها، ودايما شايف إنه مرتاح بجد، لدرجة إنه مستعد إنه يطلقها في أي وقت. هي ما زالت على ذمته بس عشان الولاد، لكن بيقولي لو حكم الأمر أنا هطلقها وهصرف على عيالي وهشوفهم غصب عنها. وجبروتها ده انا مش هيتنفذ عليا ولا على عيالي. انا دلوقتي سعيدة منكرش، لكن ساعات بحس تأنيب بالضمير. بعدت اقولك قوليلي انا غلطت لما عملت كده ولا لا، وفي نفس الوقت انا فعلا حرمت اب من ولاده، ولا هو ده اللي حصل خارج عن ارادتي وارادته واحنا الاتنين اتظلمنا. قوليلي مين فينا اللي اتظلم. بصي، رأيي أنا، انتي ما ظلمتش حد، كله في الأول وفي الآخر نصيب، وانتوا الاتنين ليكوا نصيب في بعض. فانتي خدت نصيبك، هي اللي مرتاحتش وما ريحتش من الأول، وهي اللي تسببت في مشاكل، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. وانتي فوضت امرك لله واحتسبتي، وقررت ان انتي تشوفي حياتك ودنيتك، وقد كان هو ده رزقك ونصيبك وعوضك من الدنيا. هي اللي ابتدت الأذى، وكان لازم تتوجع بنفس السلاح اللي كانت بتأذيكي بيه. وقد كان ماشي، فما تشيليش نفسك فوق طاقتها، لان فعلا فعلا انت ما عملتيش حاجة. وهي كما تدين وتدان، هي الدنيا كده، لازم العدل يقام. لازم تشوفي كل حاجة على حياة عينك، وتشوفي حقك بيترد. وانت دلوقتي ربنا عوضك ببني ادم كويس، ومرتاحة معاه ومبسوطة معاه. آه عيشي وانبسطي واحمدي ربنا ان ربنا جزاكي خير، و... واسجدي شكر لله، وان دايما طالما انت وهو كويسين وبتحبوا بعض، خلاص اللي فات انسيه ايا كان، لغاية ما يجي الوقت وتعرف ان انت ده ساعتها هيبقى الانتصار الاكبر ليكي. انا عارفة وحاسة شعورك. بس حاولي ما تجريش ورا الموضوع ده قوي، لان اول ما هتعرف اكيد هيبقى فيه ضغط ومشاكل، ونفسية هتتأثر من ناحية الزوج عشان اولاده، وكمان انتي بالتالي هتتأثري. فما تجريش ورا الموضوع ده، سيبي كل حاجة تيجي في وقتها، وتيجي زي ما تيجي. طالما انتي خلاص انت ضامنة ان هو بيحبك وبقى عليك انتي وعايزك انتي، وان العيشة هتبقى ما بينكوا تمام على كده، خلاص استمري. وما تجريش ورا انك تعرفيها. آجلا أم عاجلا هيتعرف، مفيش حاجة هتفضل مستخبية. وخصوصا ان كده كده اصلا بيتعرف عن طريق كده كده انت هتخلفي، وبيتعرف عن طريق السجل المدني. هي لو راحت عملت قيد عائلي هتعرف مين، هي لو عايزة تعرف ماشي. لكن هي ممكن تكون مش حابة تعرف مين شخصا برضو، ولو عايزة تعرف هي تعرف. ما تحاوليش انت تجري ورا الموضوع، سيبي ان انت تبقي عايشة مرتاحة ومبسوطة وبالك مرتاح ومتهنية، لحد ما تيجي المصيبة لغاية عندك. ساعتها بقى ابدأي فكري بقى هتعملي ايه. بس لكن انتي لا ظلمتي حد ولا جيتي على حد، هو النصيب والشرع محلل
الزواج مثنى وثلاث ورباع، وزي ما هي كانت شايفة ان هي عايزة تجوز اخوها عشان خاطر يجيب الولد، وان الشرع محلل عادي، فانت الشرع برضو محلل مثنى وثلاث ورباع، والحمد لله خلاص هو خد التانية، بس يا رب بس ما يجيبش التالتة والرابعة. ماشي. وربنا يا بنتي يوفقك ويهديلك حالك ويهديلك سرك، ونشوف برضو الآراء والتعليقات، واخواتنا في التعليقات نشوفهم هيقولولك ايه وآرائهم ايه. بس ده رأيي، ومش عارفة ممكن ناس تتفق معايا وناس تختلف معايا، والله أعلم. هنشوف مع بعض أنا وانتي التعليقات هتبقى عاملة ازاي. بس على فكرة أنا شخصيا القصة مستني، يعني لمستني جدا، فيها حاجات شبه من حياتي شوية. وخصوصا حوار البنت والولد. انا فاكرة انا اول مرة جبت فيها بنتي الكبيرة، حماتي قالت لي احنا كنا متجوزينه ليكي عشان مامتك بتجيب صبيان، فانت لما تيجي تجيبي بنت. وكانت زعلانة قوي قوي ان انا جبت بنت، فانا نفسي متأثرة بقصتك. مش عارفة. واعذروني بصراحة على صوتي، انا عارفة ان صوتي صعب جدا جدا، بس اعذروني بقى الفترة دي مش قادرة اوقف بصراحة، علشان التوقيف الكتير ده بيضر القناة. وما تنسوش التعليقات وتقولوا آرائكم، ولايك جميل واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبحبكم من كل قلبي. وربنا يديمنا على وش بعض ويجعلنا خير دايما على بعض ويجعلنا دايما مع بعض. وباي باي، السلام عليكم.